هنتكلم دلوقتي عن ركلات وركلتين، الركله الاماميه المستقيمه والركله الجانبيه للداخل. الركله الاماميه المستقيمه لو انا هضربها بالقدم الاماميه لازم اراعي ان المسافه اللي بيني وبين الخصم تبقى مسافه صفر، بمعنى ان القدم الاماميه قريبه جدا من القدم الاماميه للخصم. اهي. واخد مسافه الدفاع بتاعتي. او لو هضربها عادي او لو هضربها فوق. طيب لو بالرجل اللي جوه يبقى انا واخد مسافه خطوه، بمعنى ان انا هخش هضرب وهرجع تاني مكاني، او هخش هضرب وهنزل قدام على الخصم. يبقى تاني انا واقف بعيد وعايز اضرب الرجل اللي قدام، هقرب ممكن انزل قدام، ممكن ارد وارجع تاني ورا. يبقى ده لو انا بتحرك مع الخصم على خط واحد. طيب لو انا هصد بقى، طيب الضربه لو جايه تحت، لو جايه في تحت، طيب ولو جايه في النص، ولو جايه فوق، تاني اهو جايه تحت، جايه في النص، جايه فوق. يبقى وانا بدافع باخد التحرك خفيف علشان الضربه ممكن الصدى ما تقدرش ان هي تتعامل مع الركله بطريقه مباشره. طيب لو انا هتكلم بقى عن الركله الدائريه بالدافع. ده لو انا برجلي لقدام باخد مسافه ووضع نفس الفكره. او لو هضرب اللي جوه في مسافه وداخل مع المسافه. ما اخشش بقى اضرب وانزل تحت، لان انا لو ضربت ونزلت تحت هبقى عارف ان هو ممكن يتعامل على طول بالايد. يبقى انا اهو اهي خط واحد اهو. تمام؟ الدفاعات بتاعتها طيب بمعنى لو هي جايه تحت، طيب لو جايه في النص هقدر اصدها دي، ولو هي جايه تحت شويه، ولو هي جايه فوق